السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. طبعا الحمد لله احنا خلصنا الحصتين اللي فاتوا، خلصنا مراجعة الدرس الأول كله، قسمناه على جزئين. خدنا الجزء الأولاني الحركة وإيه هي معنى الحركة وإزاي السرعة وقانون السرعة ووحدات قياس السرعة. الجزء الثاني خدنا فيه أنواع السرعة كلها. بس للأسف الناس في الدرس الأول بتقولي الكلام نظري جميل بس ما بنعرفش نحل مسائل. تعال نتغلب على المشكلة دي. أولا أنا لازم أمشي بخطوات للحل. ما هو أنا مش معقول أقول مش عارف أحل مسائل وأنا بقرأ المسألة كده عشوائي وأي حاجة في أي حاجة أي معلومة وخلاص. لا، ركز ورتب أفكارك واعمل لنفسك خطوات، هتلاقي المسائل سهلة جدا واتحلت معاك. امشي معايا واحدة بواحدة. فعندنا أول خطوة في خطوات حل المسائل، أول خطوة بيركز عليها هي وحدات القياس. أنا هركز أوي 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 إن عينيا تبقى على وحدة القياس وأنا بقرأ المسألة. يبقى وأنا بقرأ المسألة لازم عينينا على وحدات القياس، لازم تكون وحدات القياس في المسألة كلها نفس الوحدة بدون اختلاف. دي اللي هركز عليها. ما ينفعش يديني في المسألة مرة المسافة بالمتر ومرة المسافة بالكيلومتر. ما ينفعش مرة الاقي الزمن ثانية ومرة الاقي الزمن دقيقة أو ساعة وأعوض في نفس القانون. ما ينفعش. ما ينفعش أجمع ولا أطرح ولا أضرب ولا أقسم أي كميتين إلا لما تكون الوحدات زي بعض. يبقى أول خطوة وأول تركة بيلعب فيها في وحدات في الأفكار بتاع المسائل إن هو يديني الوحدات متلخبطة. طب أنا أعمل إيه؟ لا، ما إحنا خدنا الحصة اللي فاتت التحويلات. إزاي نحول من كيلومتر مثلا لكل ساعة إلى متر لكل ثانية؟ بضرب في 5 على 18. ما إحنا خدنا التحويلات دي ليه؟ عشان نعرف نحل بيها مسائل. يبقى أول خطوة في المسائل وأنا بقرأ لسه المسألة عيني على وحدات القياس. لازم تكون وحدات القياس في المسألة كلها من أولها لآخرها واحدة. لازم تكون وحدات القياس في المسألة كلها من أولها لآخرها واحدة بدون اختلاف. بدون اختلاف. طيب تعالى نمرة 2. نمرة 2 لازم أعرف أحدد إيه المطلوب من المسألة. هو المسألة عايزة إيه بالظبط؟ إحنا لغاية دلوقتي ما خدناش إلا قانون واحد، السرعة والسرعة المتوسطة. هي المسألة عايزة إيه بالظبط؟ ايه المطلوب من المسألة دي؟ في حد ذاتها مهارة. ما انا لو ما عرفتش ايه المطلوب من المسألة هل هعرف احل المسألة؟ برضو لا. طيب تعالى بعدها. المطلوب ده اكيد ليه قانون، هو مش هيطلب مسألة وهيديني مسألة والمطلوب انا والقانون انا ما خدتوش. يبقى لازم نكتب القانون. طب بعد ما نكتب القانون نعوض. يعني ايه نعوض؟ هنشيل كل كمية ونحط مكانها قيمتها. يعني المسافة ب50 متر نشيل المسافة ونكتب 50 متر. الزمن بثانية يبقى الزمن نشيله ونحط ثانية. طب الزمن دقيقة يبقى نعوض عنها يا إما 1 دقيقة يا إما 60 ثانية على حسب بيانات المسألة. طيب آخر حاجة بعد ما كتبنا القانون وعوضنا نطلع الناتج ونركز قوي. لازم نكتب وحدة قياس الناتج وتبقى الوحدة مناسبة للناتج. تبقى الوحدة مناسبة للناتج بمعنى ما ينفعش ألاقي المطلوب من المسألة احسب الزمن. واحد كاتب القانون صح ومعوض صح وطلع الناتج صح، مطلع لي الزمن 2 متر. انت هتهزر؟ ينفع؟ يعني ينفع اقول زمن الحصة متر ونص؟ ما ينفعش. لازم تكون الوحدة مناسبة لمين؟ للناتج. يبقى انا عايز الزمن يبقى الناتج ثانية بس او دقيقة بس او ساعة بس. ممكن يبقى هي بالثانية وانا اتلخبطت وكتبتها ساعة مبلوعة شوية، انما يبقى الزمن بدل ثانية اقول الزمن 3 متر. انت هتهزر؟ لا ما ينفعش. فركز قوي في الحتة دي وهقول لكم برضو على طريقة سهلة كده تخليني ما اتلخبطش فيها. طيب تعال ناخد مثال. طيب تعال ناخد المثال ده. بيقول لي مثلا سيارة تتحرك بسرعة كام؟ يبقى هو مدينا السرعة 90 كيلو متر لكل ساعة. احنا اتفقنا اول خطوة في حل المسائل عينينا على وحدات القياس، فانا حطيت خط اهو تحت وحدة القياس الاولى اللي قابلتني. هنا السرعة 90 كيلو متر لكل ساعة. يبقى انا قابلني هنا كيلومتر وهنا ساعة. ماشي. عايز احسب مين؟ الزمن. ماشي كويس، مصلحة. ما انا كده كده حافظ المثلث بتاع السرعة وقانون السرعة. السرعة بتساوي المسافة على الزمن، فوق ف وتحت عين في زين، او ممكن نختصرها عز. فوق ف تحت عز. يلا كمل معايا. انا عايز الزمن، يبقى الزمن بيساوي المسافة على السرعة. كمل.
يبقى الحمد لله أنا قدرت أحدد إيه المطلوب. أنا عايز الزمن لكي تقطع السيارة مسافة كام؟ اقرأ كده معايا حلو. 100 متر. ركز كده، ده هو مدينا المسافة هنا بالمتر وهنا السرعة فيها كيلومتر. هل ينفع متر وكيلومتر في نفس المسألة؟ يعني كل اللي هيتسرع ويقول لي الزمن بيساوي المسافة على السرعة، المسافة 100 والسرعة 90، الإجابة دي غلط. ليه؟ لأن ما ينفعش متر وكيلومتر وأنا أعوض. يبقى أول خطوة في حل المسألة دي إن أنا أخلي الوحدات زي بعض دون اختلاف. أخلي الوحدات زي بعض بدون اختلاف. يبقى هعمل إيه؟ يا إما أحول المتر الكيلومتر، أو السهل إن أنا أحول دي. ما هي 90 دي لو ضربتها في 5 على 18 هيطلع لي بيساوي 25 متر لكل ثانية. تمام كده؟ طب خليت هنا المسافة بالمتر وهنا المسافة بالمتر. هل كده في اختلاف تاني في الوحدات؟ مفيش. طالما خليت الوحدات زي بعض بدون اختلاف، انقل على الخطوة اللي بعدها. ايه الخطوة اللي بعدها؟ 2. احدد المطلوب. ايه المطلوب؟ الزمن. بعديها اكتب القانون، الزمن بيساوي المسافة على السرعة. يبقى الزمن بيساوي المسافة على السرعة. طيب يلا يا بطل، المسافة بكام؟ يبقى المسافة 100 متر. قمة الغباء بقى انك تنزل السرعة 90. الله، امال انت حولت ال 90 خليتها 25 متر لكل ثانية، هنزل ال 90 برضه؟ لا طبعا. بعد التحويل انا حولت ال 90 بقت كام؟ 25. يبقى انا مش هعوض عن السرعة ب 90، ده انا هعوض عن السرعة 25 متر لكل ثانية. يبقى السرعة 25. هيطلع الناتج 100 على ال 25 ب4. 4 ايه بقى يا حلوين؟ انا عايز الزمن، صح؟ ينفع اقول 4 متر؟ ينفع اقول 4 متر لكل ثانية؟ ينفع اقول 4 كيلومتر لكل ساعة؟ لا غلط. الزمن يا ثانية يا دقيقة يا ساعة. اعرف منين؟ من الوحدات اللي انت مستخدمها. هنا المسافة انت مستخدمها بوحدة المتر، يبقى المسافة اللي في البسط انت مستخدمها بوحدة المتر. طيب على ما هي السرعة اللي انت مستخدمها تحت بوحدة متر لكل ثانية. طب ما المتر ده طار مع المتر ده، هيتبقى مين؟ ثانية اهي يا معلم. فاحنا اتفقنا لازم الوحدات تكون بدون اختلاف في المسألة كلها. ما انت كده السرعة متر لكل ثانية، يبقى الزمن لازم يطلع بمين؟ بالثانية. يبقى حل المسألة بتاعتنا 4 ثواني. في مشكلة في الكلام ده؟ يلا ناخد مثال كمان. طيب هنا مثلا قال لي سيارتان A و B. سرعة A ب20 وسرعة B ب25. طالما قال لي على الترتيب يبقى A تاخد الرقم الأول والB تاخد الرقم الثاني. يبقى الA تاخد الرقم الأول والB تاخد الرقم الثاني. تمام؟ مرة معا في نفس اللحظة. يبقى معنى كده إن سرعة A هتاخد الرقم الأول اللي هي 20 متر لكل ثانية. طب سرعة B هتاخد الرقم الثاني اللي هي 25 متر لكل ثانية. ركز في الوحدات. طيب هما الاثنين مروا معا في نفس اللحظة من أمام مدرسة. هما الاثنين عدوا في نفس اللحظة من قدام باب مدرسة. يلا إيه المطلوب؟ 1. احسب بعد كل منهما عن المدرسة بعد مرور دقيقة واحدة. ينفع هنا متر لكل ثانية هنا متر لكل ثانية والزمن يبقى دقيقة واحدة؟ لا. طب ما السهل هنا حول مين؟ يا عم ما سهلة جدا، ما هي دقيقة يعني ب60 ثانية، خليت الزمن هنا ثانية والزمن هنا ثانية والزمن هنا ثانية. هل في اختلاف؟ لا. يبقى طبيعي المسافة البعد هنا بتعبر عن مسافة، صح؟ طبيعي المسافة اللي هتطلع بالمتر هنا وبالمتر هنا. يبقى أنا عايز المطلوب الأول بعد، يبقى أنا هجيب المسافة اللي هتمشيها السيارة A وهجيب المسافة اللي هتمشيها السيارة B. المسافة بتساوي السرعة في الزمن. طب ما هي سرعة A بكام؟ سرعة A ب20 في الزمن اللي هو دقيقة واحدة يعني 60 ثانية. تمام؟ حالة واتجاه المراقب. وتختلف قلنا السرعة النسبية لجسم باختلاف موضع وسرعة واتجاه
المراقب. معايا؟ طيب أول حالة، طب لو كان المراقب ساكن والجسم ماشي بسرعة منتظمة، إذا كان المراقب ساكن السرعة النسبية هي السرعة المنتظمة الفعلية اللي الجسم بيتحرك بيها، يبقى أول حالة لو كان المراقب ساكن النسبية بتساوي الفعلية. ليه؟ عشان المراقب هنا ساكن يعني سرعته صفر. الصفر ده هل هيزود من سرعة الجسم أو هيقلل منها حاجة؟ ولا أي حاجة، يبقى مش هيقلل منها ولا هينقص منها. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب يبقى إذا كان المراقب ساكن يبقى النسبية بتساوي الفعلية. طب افرض بقى كان المراقب متحرك، دي ليها احتمالين، ممكن يكون ماشي معايا في نفس الاتجاه أو ماشي معايا عكس الاتجاه. طيب الحالة الأولانية لو كان في نفس الاتجاه وبنفس السرعة، لو احنا الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه وبنفس السرعة، ادي العربية رقم 1 ماشية في الاتجاه ده، العربية رقم 2 ماشية معاها في نفس الاتجاه، دي سرعتها 90 كيلو متر لكل ساعة ودي سرعتها 90 كيلو متر لكل ساعة، ماشيين في نفس الاتجاه، هنطرح السرعتين من بعض. طب دي 90 ودي 90، يبقى السرعة النسبية هتساوي الفرق بين السرعتين، يعني اطرحهم هتطلع بتساوي كام؟ صفر. يبقى لو في نفس الاتجاه هنطرح، طب ده في نفس الاتجاه وبنفس السرعة يبقى النسبية بتساوي صفر. أسألك أنا هنا سؤال، إمتى السرعة النسبية تساوي صفر؟ إذا تحرك الجسم والمراقب في نفس الاتجاه وبنفس السرعة، يبقى السرعة النسبية هتساوي صفر ويبدو الجسم كأنه ساكن. تخيل كده أنت راكب السوبر جيت مثلا او راكب عربيه وفي واحد راكب جنبك والعربيه بتتحرك، انتوا الاثنين متحركين بالنسبه للناس اللي واقفه على الارض. انتوا الاثنين بتتحركوا، طب انتوا الاثنين بالنسبه لبعض لا ثابتين، ده هو قاعد جنبي وانا قاعد جنبه، احنا الاثنين ماشيين راكبين نفس العربيه، يعني ماشيين في نفس الاتجاه وبنفس السرعه، يبقى احنا الاثنين ثابتين بالنسبه لبعض بس متحركين بالنسبه لاي حد تاني. طيب تعالى بعدها، طب افرض إذا كان المراقب متحرك تمام في نفس الاتجاه وبسرعة مختلفة. لو في نفس الاتجاه وبسرعة مختلفة يبقى السرعة النسبية هتساوي الفرق بين السرعتين، يعني نطرح السرعتين وخلاص. طب لو كان ده 90 وده 80 يبقى 90 ناقص 80 ب10، يبقى في نفس الاتجاه نطرح. طيب هنا بقى افرض كانوا ماشيين في عكس الاتجاه، يبقى السرعة النسبية هتساوي مجموع السرعتين، يبقى القاعدة كده باختصار، المراقب ساكن يبقى النسبية هي الفعلية. طب متحرك في نفس الاتجاه نطرح، طب ماشيين في عكس الاتجاه بنجمع السرعتين، بس ده لو طالب مني السرعة النسبية. طب افرض كان في المسألة، ركز معايا في الملحوظة دي، إذا كان المطلوب من المسألة هو حساب السرعة الفعلية. افرض في المسألة ما قاليش هات النسبية، ده هو ضحك عليا، ده اداني النسبية وقال لي هات الفعلية، مش هو عكس السؤال؟ فأنا هعكس الإجابة. نقوم نعمل إيه؟ نعكس القاعدة. مش إحنا لسه قايلين في نفس الاتجاه وعايز مني السرعة النسبية، نعمل إيه؟ نطرح. طب افرض قال لي برضو إنهم في نفس الاتجاه بس قال لي عايز الفعلية مش النسبية، لو عايز النسبية نطرح، طب لو عايز الفعلية بدل ما نطرح نجمع. طيب افرض كانوا في عكس الاتجاه وعايز النسبية بنجمع. طب في نفس الاتجاه بس قال لي هات الفعلية، بدل ما نجمع نطرح. صعب كده الحمد لله خلصنا الدرس الأول، راجعنا على الدرس الأول كده من أوله لآخره إن شاء الله. اللي مهتم أكتر بالشرح، اللي عايز يتابعنا دايما، هتلاقينا على ابلكيشن مايفز، وهسيب لك كل حاجة تحت في صندوق الوصف.
واشوفكم على خير. انتظرونا ان شاء الله الحلقة الجاية ازاي نحل مسائل على الدرس الاول وخطوات حل المسائل. السلام عليكم. Welcome to my